بيكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه فيديو النهاردة. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنعمل قراءة هتكون مختلفة من نوعها. حطوا بقى نيتكم على اي شخص، حد انتوا معاه في علاقة، في تباعد، ده كراش، اي شخص، وهنشوف مع بعض كده زي الصندوق الاسود بتاعه. تهكير عميق جدا لعقله، نشوف بقى افكاره، حياته، اسراره، كل حاجة. كل اللي عليكم ان انتوا تختاروا مجموعة من الاتنين. عندكم المجموعة الأولى الصدفة الصفراء، والمجموعة التانية الصدفة البينك، فيفضل تختاروا بإحساسكم. ولو معرفناش مفيش مشكلة، هنختار بالحروف. لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا. ودلوقتي هنبدأ. أهلا بيكم يا أصحاب المجموعة الأولى اللي اخترتوا الصدفة الصفراء، أو اللي اخترتوا بالحروف، حروف اسم طرف الآخر. يلا هنبدأ. أول حاجة الطاقة العامة، الطاقة بتاعتكم في العلاقة، طاقة الطرف الآخر، طاقة أو شكل العلاقة في الوقت الحالي. نعرف أكتر عن العائق أو اللي بيحصل في العلاقة. نشوف بقى هنا برضو تفاصيل عن العلاقة واللي بيحصل فيها. ماذا يحدث معه في حياته الآن، أسرار شخصيته، كيف يرى العلاقة، ما خططه أو اللي بيدور في عقله، ونشوف رسالة منه. الأبراج أو الطاقات اللي ظاهرة معايا هنا، موجود معانا هنا الأبراج الهوائية ميزان جوزاء دلو، موجود معانا كمان الأبراج المائية سرطان حوت عقرب، حتى الترابية والنارية طالعين بس بنسبة قليلة لكنهم طالعين. شايفة معايا هنا مواليد شهر 4 وشهر 6 وحرف الكي كتير جدا هنا معايا. دول أكتر الطاقات اللي أنا شايفاها. طيب الطاقة العامة بقى، أنا شايفة إن انتوا يا أصحاب المجموعة الأولى طالعين لي في طاقة فيها حزن. انتوا عندكم زعل من الشخص ده، أو زعل من حاجة بتحصل في العلاقة ما بينك وما بينه. انت عندك عدم رضا على الوضع الحالي أو اللي بيحصل في العلاقة دي، مش راضي عنه كفاية ولا عن العلاقة واللي بيحصل فيها كفاية. علشان كده انت ممكن تكون بتنكد عليه أو بتتعامل معاه بحدية، أو مش مديله مثلا مشاعر أو أي حاجة، فانت هنا بتتعامل بطريقة حادة. خلينا بقى نقول ان الطريقة بتاعتك اللي دلوقتي فيها شوية تقفيل او شوية حدية هي اللي لفتة انتباهه ليك. يعني نقدر نقول ان المشاعر او الطاقة بتاعت الشخص ده تجاهك في تطور. يعني ايه؟ ان هو دلوقتي حطك في دماغه جامد جدا، ان هو دلوقتي عنده مشاعر ليك جامدة جدا، ان هو دلوقتي مركز معاك جامد جدا. انت في طاقة هنا فيها صد، طاقة فيها زعل منه، طاقة فيها ان انت شايل جواك وان انت بتتعامل معاه بحدية وبتعامله هنا بعقلك مش بمشاعرك. هو بقى لا، ده هو طالع لي هنا في طاقة مشاعر. ده انا عندي مشاعر قوية قوي تجاهك، ده انا حاطك في دماغي قوي، ده انا عندي حب قوي جدا ليك.
طب هل انتوا دلوقتي مع بعض او الدنيا عاملة ازاي؟ لا انا مش شايفة ان انتوا في تواجد قوي او انتوا اكتف مع بعض. انا شايفه ان العلاقه دي في فتره ركود، وشايفه ان انت اللي مختار الفتره دي، يعني انت اللي بعدت، او انت اللي مختار ان الفتره دي تطول، او انت اللي مختار ان انا مش هرجع او مش هتحسن او مش هبقى معاك زي الاول او هتنازل الا مثلا لما تعمل لي شرط انا عايزه، او الا لما احس ان انت اتغيرت، او الا لما احس مثلا ان انت بقيت شخص كويس وامان. فنقدر نقول ان انت اللي في ايدك ان انت تنهي الصمت، لكن انت مش هتعمل كده، ويمكن ده الصح، لان انت مقرر هنا بريك، مقرر هنا انت تسكت، ما تعاتبش، ما تتكلمش، ما تقولش مشاعرك، ما تقولش حاجة، تفضل كده قاعد في صمت وفي ترقب ومستني بقى تشوف ايه الدنيا وايه اللي هيحصل وهكذا، ومخبي كل مشاعرك جواك. انت بتتعامل مع حد بيحبك ولكنه طايش شوية، يعني مثلا ممكن يكون بياخد قرارات او بيعمل تصرفات مش مدروسة، بيقول كلام مش مدروس، ردود افعاله ممكن مختلفة احيانا، لكن انت عكسه، انت ممكن عاقل اكتر او رزين اكتر. انا شايفة ان مشكلة العلاقة دي ان انت والشخص ده مختلفين، شايفة ابيض واسود، شايفة في سوء تفاهم، اتنين مش راضيين يتفقوا، فترة كده من الغيوم في العلاقة، مش عارفين ان انتوا تلاقوا حل مناسب. المسج هنا بتقول لنا ان الفترة دي فترة غيوم، فترة توتر، فترة فيها عدم تفاهم، فانتوا محتاجين انتوا الاتنين بريك عشان بعد كده تتفهموا. ده مش وقت مناسب لاتخاذ قرارات، وممكن حد فيكم في العلاقة دي اتخذ قرار طايش بوظ العلاقة او حط حواجز ما بينكم وما بين بعض. المهم اللي انا شايفاه في العلاقة دي ان انت في طاقة فيها حدية، فيها زعل، فيها يأس، فيها حدود، وهو في طاقة فيها ان انا مش هحلك، انا معجب بيك جدا وبحبك جدا وحطك في دماغي جدا وقاعد باصص عليك، كأن انتوا الاتنين في مواجهة، او انتوا الاتنين عندكم مساعد للمواجهة او بتتكلموا، هو عنده مشاعر حب وانت عندك مشاعر غضب او حزن. طيب لو هنتكلم هنا عن النصايح اللي طلعلك في العلاقة دي، اول حاجة بتقولك ان انت خد بالك. يعني مثلا انت ممكن تكون من الناس اللي لما بتحب حد بتكون شايفه ملاك، انت مستحيل تغلط، فمن اقل حاجة انتوا بتتصدموا. لما بتحب حد بيكون عندك استعداد ان انت تتقبل كل اوضاع العلاقة وكل تصرفاته وكل حاجة. فالمسج بتقولك لا، محتاج تاخد بالك من علامات التحذير، محتاج تاخد بالك من ان في اشارات او في علامات بتحذرك، محتاج تاخد بالك ان احنا لقينا مثلا السفينة فيها مشكلة بس ركبنا وفضلنا مكملين. يعني ممكن كان الموضوع يتصلح، مش شرط ان انا بقولك امشي، بس ممكن ما كنتش بتاخد اكشن. عشان كده المسج بتقولك بص على علامات التحذير، انت بيجيلك علامات تحذير، في علامات بتقولك ان العلاقة مش ماشية صح، او ان الشخص ده مش مريح كفاية، او ان انت مش مرتاح ومظلوم في العلاقة دي. فمش عشان المشاعر نتجاهل العلامات اللي بتحذرنا. كمان المسج بتقولك خلي عندك تفاؤل، انت ممكن اصبح عندك يأس بشكل كامل، سواء في العلاقة دي سواء في اي علاقة في الدنيا، انت بقى عندك يأس، فلا فكر بإيجابية وتوقع الإيجابي. طب ايه اللي بيحصل في حياته دلوقتي؟ انا شايفة ان هو حاليا في فترة فيها صمت، فترة فيها الركود. انا شايفة ان انت يمكن الحاجة الحلوة الوحيدة اللي هو بيشوفها في حياته، يعني مثلا حياته المادية مش ألطف حاجة، حياته المهنية مش ألطف حاجة، او حتى مش بالشكل الواو اللي هو عايزه، فانت الحاجة الوحيدة تقريبا اللي شايف ان هي فيها امل، او الحاجة الوحيدة اللي لسه ما باظتش قوي، فهمتوني؟ فهو شايف ان هو ملوش غيرك، او ان مفيش حاجة حلوة غيرك. يعني مثلا ممكن تكون اوضاعه كلها مش احسن حاجة، او اوضاعه كلها مرهقة. انا شايفة ان انت بتتعامل مع حد حتى لو بيمر بأزمة فهو بيرفض المساعدة، ويمكن هو حاليا في حياته عنده رفض شديد جدا للمساعدة، مع ان هو محتاج مساعدة، ممكن مساعدة مادية، ممكن مساعدة ان هو يستشير حد. فانا شايفه ان الفتره دي ممكن حتى يكون هو مش اكتف معاك، او هو مش بيرد على حد، بيجي له مثلا مسجات او حاجات هو ما بيردش عليها، ناس بتتصل بيه وما بيردش. شايفه ان هو في حاله صمت كده وتامل وهدوء، ومش شايف حاجه ومش مركز مع اي حاجه في الوقت الحالي، ومتردد، عنده تردد قوي. طيب اللي انا شايفاه كمان هنا من ضمن خفايا شخصيته، هو شخصية عاطفية جدا من جواه، بيحب جامد جدا، ولما بيحط حد في دماغه لازم ان هو يوصل له. لو مثلا حطك في دماغه وبيحبك وما قدرش يوصلك فده ممكن يتجنن، لا انا حاطتك في دماغي انا هجيبك، يعني هجيبك. بيحب المطاردة،
كمان حد هنا ممكن يكون مميز في العالم اللي حواليه وده مديله ايجو عالي، يعني مثلا هو مثلا كتعليم اعلى حد فيهم او كبوزيشن اعلى بوزيشن في الناس اللي حواليه، ممكن يكون مدير او اعلى حد في عيلته. شايفه ان هو حد عنده ثقه بالنفس، ممكن تكون داخله في الغرور، عنده استحقاق عالي وما بيقبلش اي حاجه خالص 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 على نفسه. بيحب احيانا اللي يجامله واللي يديله القيمه والبرستيج بتاعه. حد عنده الانا عاليه، حد عنده استحقاق زي ما بقول لكم. بيرفض احيانا الاعتذار، بيرفض ان هو يبقى في موقف ضعف. شخص قوي وبيحب القوه والظهور والشهره، ما بيحبش يبين لحظات ضعفه تماما تماما قدام حد. شايف نفسه شوية الشخص ده. طب كيف يرى العلاقة؟ شايف ان العلاقة حاليا بيسيطر عليها الصمت. شايف ان العلاقة حاليا متأكد ان انت بتراقبه وهو من جواه عارف ان هو بيعشقك، لكن العلاقة مسيطر عليها الصمت والركود. كل واحد فيكم يبص على التاني لكن مش هنتكلم، كل واحد فيكم بيحب التاني لكن مش هنعترف. فهو شايف ان العلاقة دي بيسيطر عليها الصمت والبخل وعدم التفاهم والعناد. طب ايه خططه؟ لا ده خططه حلوة، هو هينفذ اللي في الطاقة بتاعته، يعني مشاعره اللي في الطاقة بتاعته فعلا وان هو حطك في دماغه هتتحقق. خططه ان هو يجيلك ويعتذر لك، وحتى لو مش قادر يقدم لك اي حاجة غير الحب هيجيلك ويقدم لك الحب ويقول لك انا بحبك وانا اسف ونكمل مع بعض. انا شايفة ان الشخص ده خطط ان هو يجيلك يتأسف يعتذر ياخد عرض كويس، هيجيلك وهو في ضعف. حتى شايفين رسالته ليك بيقولك ايه؟ بيقولك انا عايز اقضي حياتي معاك، انا ادركت ان انت الشخص اللي انا عايز اكمل حياتي معاه. فخطط الشخص ده ان هو هيجيلك وهياخد خطوة تجاهك. فكده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم ونشوفكم قريب في فيديو جديد. لو حبيتوا القراءة ما تنسوش تحطوا لايك، لو ما انطبقتش شوفوا المجموعة التانية. اهلا بيكم اصحاب المجموعة التانية اللي اخترتوا الصدفة البينك او اللي اخترتوا بالحروف، حروف اسم الطرف الاخر. يلا نبدأ بالطاقة العامة، الطاقة بتاعتكم، طاقة الطرف الاخر، طاقة العلاقة، نشوف ايه اللي بيحصل في حياته، اسرار شخصيته، كيف يرى العلاقة، ما خططه للعلاقة دي. نشوف كروت الرومانس انجلا تقول لنا ايه. دي جايه تقول لك نصايح، محتاج تسمع نصايح بشأن العلاقة دي. انا عايزة اتأكد هل الشخص ده يعمل خطوة، يعني في خططه هل هيعمل خطوة. انا قدامي هنا طاقة ناس ظالمة نفسها جامد قوي. الابراج او الطاقات اللي ظاهرة معايا، موجود معايا هنا الابراج النارية كتير والهوائية برضو كتير والترابية والمائية بنسبة بسيطة خالص خالص. شايفة حرف الاي موجود معايا ومواليد شهر 3 و1 و8 و4. شايفة هنا برج الحوت، برج السرطان، برج العذراء والأسد والحمل. الطاقة العامة هنا خصوصا الطاقة بتاعتكم، انا قلت لكم ان انا قدامي طاقة ناس ظالمة نفسها. يعني انا شايفة ان انت في الطاقة بتاعتك ان انت مقيد في العلاقة دي، عندك تعلق سام قوي جدا بالشخص ده. يعني انت حتى ايا كان انت في العلاقة ولا لا، بس انت عندك تعلق قوي جدا. يعني حتى لو العلاقة انتهت او انت سبته او هو سابك، انت لسه متعلق في العلاقة دي وكأن العلاقة دي انتوا كنتوا فيها امبارح. فاللي انا شايفاه هنا ان انتوا متغميين، ان انتوا يمكن في حقائق كتير عن الشخص ده انتوا ما تعرفوهاش. يمكن الشخص ده عمل حاجات كتير ضايقتكم، فكأن الشخص ده مغميكم، بيديكم مثلا وعود ومش بيعملها.
كأن مثلا الشخص ده مخليكم متعلقين بيه وطول الوقت في وضع انتظار، بيقرب ويبعد بمزاجه، ان هو مثلا شوية يبقى معاك شوية ينسحب، بيوهمك بحاجات مثلا مش حقيقية او بيديلك مبررات او بيفضل مثلا يقولك ظروفي وحياتي واموري والدنيا معايا مش تمام. نقدر نقول كمان هنا ان الشخص ده مضيع عليك مثلا فرص كتيرة عاطفية، او مخلي ان السعادة بتاعتك كلها تتمثل فيه هو. فانا شايفة ان انت في طاقة فيها تعلق قوي ومرهق ليك جدا في العلاقة دي، حساك مخنوق، حساك مشوش. فيعني دي حاجة شايفاها هنا عندي قوي. كمان هنا الطاقة بتاعت الشخص ده انت بتتعامل مع حد متقلب المزاج بنسبة كبيرة، ممكن يكون من برج ناري او من برج ناري او هوائي. فاللي انا شايفاه هنا ان ده حد متقلب المزاج وبيخش كده العلاقات في لحظات شغف وحماس، او مثلا تحس ان هو بيديلك حب جامد فجأة وبعد كده ينسحب خالص. فانت بتتعامل هنا مع شخصية صعبة جدا، وممكن كان داخل العلاقة دي وما كانش هدفه مثلا حب او جواز او حاجات زي كده، لا هو ممكن كان هدفه عادي ان هو داخل علاقة عادية بيقضي وقت عادي، الدنيا عادي جدا يعني. اللي انا شايفاه كمان هنا ان الشخص ده المشاعر بتاعته للأسف مش حقيقية. انت ممكن تكون بتتعامل مع حد والعلاقة دي علاقة ثلاثية، يعني هو عنده بيت آخر، أو مثلا في عنده حاجات تانية أو عنده التزام آخر. المهم ان انت بتتعامل مع حد مش بيديلك المجهود والحاجات اللي انت تستاهلها. نقدر نقول ان الشخص ده يمكن عايز يبدأ معاك بداية جديدة عادي جدا، لكن نفس البداية بتاعت كل مرة. الفكرة هنا مش في ان هو يجي، الفكرة هنا ان هو يمكن مش بيعمل حاجة. فهو دلوقتي عنده شغف عليك، عنده اشتياق قوي جدا، في هنا رغبة فيك عالية قوي، لكن زي ما قلت لكم رغبة، شغف، اشتياق، انت حلو قوي انا عايزة اقرب لك. حتى هنا شكل العلاقة أنا شايفة بنسبة كبيرة في طرف تالت، في تباعد مسافات، دي علاقة سوشيال ما تعرفوش بعض كويس، دي علاقة لسه بادئة. المهم ان انت في حاجات هنا خانقاك، حتى ممكن اثناء وجودك مع الشخص ده او اثناء وجودك في العلاقة دي انت مخنوق، انت حاسس كأنك متدبس، انا ولا عارف امشي واخلص من الدوشة دي ولا عارف اكمل بالوضع ده، فانت حاسس ان هو مجمدك. فهنا اللي انا شايفاه ان انتوا كتير منكم من الاحسن ليكم ان انتوا تبداوا بدايات جديده وان انتوا تفكوا التعلق. حتى النصيحه بتاعتك بتقولك انت تستاهل الحب، انت شخصيه جميله، شخصيه محبوبه، ما تخشش اي علاقه انت تحس فيها ان انت مش متقدر وان انت مش بتاخد الحب اللي انت تستحقه. كمان ما تسيطرش على العلاقه دي وما تحاولش طول الوقت انت تعمل حاجه. يعني في كتير منكم انتوا اللي بتعملوا كل المجهود، حتى ابسطها ان انتوا تقعدوا تعملوا تخاطر او تمهدوا له الطريق ان هو يجي لكم. فالمسج بتقولك ما تعملش اي حاجه، ملناش دعوه، سيبوا الامور كده تمر بسلاسه وزي ما هي مكتوبه، يجي ما يجيش ما يجيش. يمكن اصلا لما انت تعمل كده هو هيجي، لان هو اصلا حد ما بيحبش ان هو يخسر حاجه، لا بيحب ان هو يكون مرغوب، ما بيحبش ان حد يبعد عنه، بيحب دايما ان الناس تسعى اليه. طيب اللي انا شايفاه هنا كمان، لو هنتكلم بقى عن شخصيته، انا شايفاه ان هو ممكن حد على قدر من الشهرة، مثلا اكتف جدا، ناس كتير معجبة بيه. شايفاه من الشخصيات الجريئة والشجاعة والجذابة جدا، واللي بيخلي مثلا اغلب الناس اللي حواليه يكونوا معجبين بيه، دي حاجة واضحالي. شايفة كمان ان ده حد احيانا بيكون متسرع او مندفع بعض الشيء. اللي شايفاه كمان في الطاقة بتاعته ان هو شخصية عصبية وغيورة وما عندهاش صبر، وبيحب ان هو ياخد خطوات ويطارد ويجازف. طب ايه اللي بيحصل في حياته دلوقتي؟ انا شايفة ان حياته مش حلوة، ويمكن كتير منكم انتوا مستنيين فعلا يحصل للشخص ده كارما او عدل من حاجة معينة هو عملها فيكم. علشان كده شايفة ان ده حد في وضع دلوقتي وحش، ممكن يكون قاعد مستني حاجات في حياته تتغير، ممكن يكون بذل مجهود قوي جدا في حاجة ومستني نتيجة المجهود ده لان هو مش لاقي النتيجة بتاعة المجهود. ممكن يكون ليه ورث، ليه فلوس، ليه حاجة هو مضحوك عليه فيها مستني نتيجة تعبه. ده حد عنده يأس قوي جدا في حياته، ممكن هو أقل منك في شيء أو في مستوى اجتماعي. لو الشخص ده كان اختار حاجة غيرك، أنا شايفاه حاليا مضرور في الحاجة اللي هو اختارها.
طيب اللي انا شايفاه كمان في كيف يرى العلاقة، بيشوف ان العلاقة دي انتوا الاتنين مختلفين، او ان هي علاقة سوشيال ميديا، او ان انتوا الاتنين مش عارفين تنفعوا مع بعض، يعني مختلفين تماما. انت ثقافة وثقافة، انت حد وهو حد، انت دماغ وهو دماغ. فعشان كده بيشوف ان العلاقة دي صعبة وفيها اختلافات كتير، وحاسه ان الشخص ده بيحاول ان هو يوازن او يقارن ما بينك وما بين حد، او ما بينك وما بين مستقبله. الشخص ده فعلا مختار حاجة تانية او حد تاني، بنسبة كبيرة هيكون مستقبله او شغله او سفره او حياته، لكن انت حاسس ان هو ركنك. طب ايه مثلا خططه للعلاقة دي؟ الشخص ده حاسس بالذنب، وحاسس ان هو لو خد قرار يعني ان هو يرجع، مش هيقدر ان هو يقدم لك حاجة. حاسس ان هو حطك في زون وحشة قوي قوي، ده بجد. وحاسس ان هو لو كان خد قرار بالانفصال، القرار ده في مصلحتك انت. الشخص ده يعني خطط ان هو يخلي الحب بينك وبينه في السر، لان هو عنده بيت، عنده بيت او عنده عيلة او عنده حاجات هو مركز عليها دلوقتي. المسج بتقولك خلي صحابك والناس اللي حواليك يساعدوك وخد رأيهم، لان انت مشتت. والمسج كمان بتقولك انت تستاهل حاجة احسن من كده، وهيجيلك حاجة احسن من كده. انت محتاج تكون حازم مع الشخص ده، لو جه خليك حازم معاه. يعني لان في ناس منكم هو مش متجوز ولا حاجة، بس انت عايزه يتجوزك وهو مديك وعد بالجواز لكن ما بيعملش حاجة. طيب بيقولك ايه بقى في رسايله؟ بيقولك انا عايز فرصة، وبتمنى اعرف اخليك تحبني تاني، وانا حزين جدا دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. انت بتتعامل مع حد بيمر بكارما، شايف ان هو بقى بالنسبة لك مصدر ازعاج، وان انت مخنوق منه لدرجة ان هو بيتمنى ازاي يخليك تحبه تاني، نفسه في فرصة تانية معاك، لان هو حس ان انت اتقفلت من ناحيته. حتى لو انت من جواك مخنوق ومتضايق، بس انت مش بتظهر له ده، لان اللي ظاهر له منك ان انت مش مهتم. فكده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم، ونشوفكم قريب في فيديو جديد. لو حبيتوا القراءة ما تنسوش تحطوا لايك، لو ما انطبقتش شوفوا المجموعة الاولى.